مشاهدينا، شاهدنا هذا التقرير عن سرطان الثدي. يسعدنا ان تكون معنا هذا الصباح الاستاذه وجد العثمان، اختصاصيه التغذيه والاطعام بوزاره الصحه. صباح الخير وجد. صباح الخير نادين. يمكن اليوم موضوعنا جدا، بما انه كما ذكرت للمشاهدين اكتوبر هو اليوم الشهر الوردي. صحيح، مرتبط بالامراض السرطانيه. حتى نحن محاطون اليوم محاطون بالوردي. مرتبط بالامراض السرطانيه ومخصصينها الشهر لمرض السرطان. هي الوقايه منه والتوعيه لحمايه الاشخاص اللي هم ممكن انها يصابون، وبعدين ناخذ كلنا وقايه، لان ندين بالاخر احنا الحين صار لنا سنوات عديده بموضوع التغذيه، نشوف ان التغذيه الصحيه هي وقايه للعديد من الكثير من الامراض. نعم. ارتباط سرطان الثدي بالتغذيه، هل هو ارتباط مباشر وجد؟ نادين، اللي صار ان من الدراسات اللي موجوده 38% من انواع السرطان يعني تقل بنمط الحياه الصحي، يعني تغذيه جيده، رياضه، بالإضافة إلى تقليل من التدخين أو مثلا منع التدخين، عدم تناول الكحول. كل هذه المجموعة من المسببات ممكن أنها تؤدي إلى سرطان، أو 38% إذا خففناها تقلل من موضوع التعرض إلى مرض السرطان، أو طبعا الأمراض السرطان الثدي أو الأمراض السرطانية بالعموم يعني. نعم. قهوة وجد مشاهدينا وصلت. عبد الرحمن تفضل. القهوة هل هي مساعد، عامل مساعد أم عامل؟ هي عامل مساعد. أول شيء ترفع الميتابوليزم أو عملية الحرق بالجسم، تعطينا شوية نشاط وحيوية. ما لها علاقة جدا بالموضوع ما في وقاية، بس إن لا ما في وقاية، بس إن هي صحيا إذا خذينا بالمعدل المضبوط ممكن إن تساعدنا على الوقاية من شغلات ثانية غير إن السرطان. نعم. نادين، نرجع لموضوعنا. الأكل، ما في أكل معين أو نوع عنصر غذائي من نوع واحد من الأكل ممكن إنه يؤدي إنه يوقف السرطان أو يقلل من انتشاره أو تكاثره. هي المجموعة العناصر الغذائية. ذكرت 4 أشياء، هناك 4 أشياء. نعم. في 4 شغلات، مو أطعمة. إحنا مثل ما قلنا الأطعمة ناكلها يعني مثل ما نقول مجموعة كاملة، العناصر الغذائية كاملة هي اللي ممكن تقلل الفيتامينات والمعادن، تقلل المحفزات اللي ممكن تطلع عندنا الأمراض السرطانية. في 4 شغلات ممكن احنا نسويها ونكلم مشاهدينا عنها، وأتمنى أن الكل، هي شغلات سهلة ودائما قاعدين نتكلم عنها. أول شيء الوزن المناسب. يعني ما نبي نقول أن نصير مانيكانات، أو أن مثلا عشان أن عرض أزياء أو عشان شكل، لا، هي الوزن المناسب للصحة. هم الدراسات ندين أثبتت أن السيدات اللي عندهم وزن زائد أو خلايا دهنية أكثر من العادي ممكن تحفز موضوع هرمون الأستروجين. الخلايا الدهنية تحفز موضوع زيادة الهرمون الأستروجين، والأستروجين يأثر على الخلايا السرطانية لأنها حساسة من تجاهها. كل ما زادت نسبة الأستروجين كل ما زاد عملية تحفيز الخلايا السرطانية. دراسات ثانية لقت أن كل تقريبا من 11 إلى 14 كيلو زيادة من الوزن على الوزن المناسب ممكن السيدة تصاب، نسبة إصابتها تكون 50%. إذا صار الزيادة أكثر من 22 ترتفع النسبة، ترتفع 87%، تصير نسبة إصابتها. هذه شغلات بالنسبة للوقاية. أو مثلا السيدات اللي صار عندهم المرض وتعالجوا منه، السيدات اللي عندهم وزن زايد أو سمنة ممكن يرجع لهم الإصابة بالمرض السرطاني عقب الشفاء والعلاج منه. فكل ما كان الشخص أقل خلايا دهنية، كثير بنسبة العضلات، كل ما قلت عنده الإصابة، كل ما قلت عنده موضوع انتشار. حتى لو كانت الخلايا موجودة صعب انها تتكاثر. نعم. اذا هذه اول شيء يجب اتباعه، اول امر يجب اتباعه، هو اللي يحافظ على الوزن المناسب. الشغلة الثانية الرياضة، لأن من العوامل اللي تزيد من عملية الإصابة بالأمراض السرطانية اللي هي قلة الحركة. ما أبي أقول عدم ممارسة الرياضة، أبي أقول قلة الحركة. يعني حتى بالبيت لازم نتحرك بالبيت، نستعمل السلالم، نوقف سيارتنا بأماكن بعيدة. كل ما زادت نسبة الحركة بالجسم، مو شرط أن
امارس رياضه، او ان احنا لازم نمارس رياضه نص ساعه تقريبا 4 إلى 5 مرات اسبوعيا، بس هم بالبيت وبشغلنا نحاول نتحرك. شنو تسوي الرياضه؟ ترفع مناعه الجسم، تقلل من نسبه السمنه، وتقلل من هرمون الاستروجين وايضا هرمون الانسولين. هذه الهرمونين اذا زادوا عن حدهم، هم طبعا جدا مفيدين للجسم، لكن اذا زادوا عن النسب المعينه ممكن يزيدون الاصابه. في شغله ثانيه نادين وايد مهمه، مو انها هي تقي من الاصابه بمرض السرطان، شغله ثانيه ان بالنسبه للرياضه تزيد من كثافه العظم. الفيزيوثيرابي الكيموثيرابي ممكن، او الراديوثيرابي ممكن ياثر على كثافه العظم عند الاشخاص اللي مصابين بسرطان التغذيه. بالنسبه للاطعمه، شنو هي الاطعمه؟ راح نتكلم في اطعمه معينه هي مضاده للسرطان، ممكن راح نشوف تكون مضاده للاكسده، صح؟ طبعا هي ضد في الفري راديكالز اللي نسميها العناصر المتطايره الحره، الاجزاء الحره المتطايره اللي هي تصير بالاكسده من داخل الجسم. كل هذه الاغذيه اللي احنا قاعدين نشوفها، طبعا احنا تكلمنا المره اللي طافت عن اول شيء بتكلم عن الفلاكسي اللي هو بذره الكتان، تكلمنا عنها الاسبوع اللي فات. بذره الكتان بالنسبه للسرطان فيها نسبه عاليه من الاوميجا 3، بالاضافه الى انها فيها الالياف، وايضا عندنا ماده الليجنين. عندنا الكركم، وهو الحين لقوا وايد مفيد بالنسبه للتقليل من السرطان، وايضا ان مضاد اكسده جدا عالي. الشاي الاخضر ما نستغني عنه، لأنها في مادة الكاتيكين جدا مفيدة بالنسبة لمضادات السرطان، وناخذ منه 2 إلى 4 أكواب يوميا. الجوز في نفس بذرة الكتان اللي هو الأوميجا 3. نشوف الفواكه، أنا جبت مجموعة من الفواكه نادين، ما نبي نتكلم عن كل وحدة فيها شنو المادة اللي فيها، طبعا كلهم فيهم مضادات أكسدة عالية، وكل نوع من أنواع الفواكه له ميزة بالنسبة لمحاربة الأمراض السرطانية. أنا شوف التوت معروف أنه جيد جدا، من أعلى الأطعمة أو من أعلى الفاكهة اللي فيها مضادات أكسدة. لكن نادين كل الرمان من افضل الفواكه ايضا بمضادات الاكسده. السترس فروت او هي الحمضيات فيها فيتامينات سي وايد عاليه، فيتامين سي وفيتامين اي هي من الفيتامينات اللي ترفع من مستوى المناعه داخل الجسم، واللي احنا نحتاجها خاصه لما يكون الشخص قاعد يتعالج من السرطان، لان تقل مناعته، فنحتاج كل هذه الاطعمه. نشوف طبعا دائما الخضروات الورقيه الخضراء فيها فيتامينات بي، هم تقلل بموضوع الأكسدة داخل الجسم. عندنا الثوم وأخواته اللي هو البصل، الكراث، عندنا البصل الأخضر. أنا جبت اليوم لأنه جامع الأخضر والأبيض، يعني في عندنا اللي هي مادة السلفر، وفي عندنا الفيتامينات اللي ناخذها من الورقيات الخضراء. عندنا طبعا اللي هو السوبر فود، البروكلي. البروكلي من افضل الاطعمه اللي ممكن ناخذها تحارب، هي من اعلى مضادات الاكسده. وطبعا الفلفل بانواعه، سواء البارد او الفلفل الحار، فيها ماده الكابسيكم، هي من اكثر المواد اللي ممكن تحارب الامراض السرطانيه. وش صحيح انه زيت الزيتون ايضا جيد زيت الزيتون، كل الزيوت اللي هي المتعدده واللي تكون غير مشبعه، هم لها علاقه بتقليل من نسبه الاصابه بالسرطان. يعني احنا ما نستغني عن الدهون، دائما لازم تشوفين بكل المقالات اللي موجوده بكل الدراسات يقول لك الدهون السيئه والدهون الجيده، اللي هي عندنا زيت الزيتون، الاوميجا 3، الاسماك لازم ناكل كثر ما نقدر من الاسماك، قله اللحوم الحمراء. يعني الحين عندنا اشياء مع واشياء ضد. من الاشياء اللي ضد
واللي ممكن تحفز الأمراض السرطانية عندنا اللحوم الحمراء، وطبعا احنا وايد نستخدمها. اللحوم المصنعة هذه وايد قاعدين احنا ننصح الناس انه يخففون منها او حتى يمتنعون عنها او يقللونها مرة بالشهر، خاصة الهوت دوغ. يعني هناك كثير من الإحصائيات اللي بتقول انه الهوت دوغ يسبب احيانا الهوت دوغز. كل هذه اللحوم فيها مواد مضافة علشان تتم لونها احمر وتتم فريش، كثر الشلف لايف، يعني مدة الحفظ مالتها تكون وايد طويلة، فلازم يزيد لها مواد ومضافات غذائية. من الأشياء اللي تحفز الخلايا السرطانية السكريات. نادين، لقوا أن السيدات اللي ياخذون كميات عالية من السكر مع التدخين مع قلة الحركة يحفز عندهم نمو الخلايا السرطانية وتكاثرها. فنخفف من السكريات، نخفف من كل المنتجات البيضاء، يعني الخبز الأبيض، المعكرونة البيضاء، كل المنتجات البيضاء ممكن ان هي هم تحفز من الستريس، يسمونه ميتابوليك ستريس، اللي هو الايض، يعني يصير عندنا ستريس على الجسم، اللي هي مثل ما قلق وستريس، قلق وبعدين التعبين الجسم من ناحية الهضم، من ناحية فيزيد عنده الفري راديكالز تكلمنا عنها اللي هي الجذور الحرة. ومثل ما ذكرتي كلمة تنوعت الألوان كلمة أفضل. مثل أمامنا على الطاولة يمكن متنوعة من الأخضر للأحمر للبرتقالي. كل ما زدتي الألوان وكل ما صارت الألوان غامجة. اليوم ما عندنا بالفواكه وايد ألوان غامجة إلا التوت، بس كل ما زدتي نادين بالألوان، لأن مثل ما قلت بالأول إنه ما في نوع واحد من العناصر الغذائية ممكن انه يحارب نوع واحد او مثلا خليه سرطانيه واحده، لا، هي مجموعه يعني يشتغلون بتناغم. شفتي اللي تيم وورك يقولون مثلا مثل اشخاص، مجموعه اشخاص قاعدين يتعاونون على انه يهجمون على شيء او مثلا يتخلصون من شيء. هذه هو نفس الطريقه ونفس السيناريو. بالنسبه للكركم طبعا في دراسات تقول لك الكاري لأنه مو بس في كركم، في الجنجر، في الفلفل الأسود، مجموعة كاملة. ولقوا أنه بالأماكن اللي يستخدمونها خاصة بالهند شافوا أن الأمراض السرطانية مو وايد منتشرة عندهم، لكن وحتى الزهايمر. وشافوا السبب ان هم وايد ياخذون من موضوع الكاري دائما داخل بكل اغذيتهم. ومنشوف عند باليابان هم في قله بالانواع السرطانات، لان معتمدين على الاكلات البحريه والخضروات. انا بتمنى السلامه للجميع. وجد، شكرا لك على كل هذه المعلومات القيمه. شكرا لكم، شكرا نادين، شكرا لمشاهدينا. مشاهدينا بتمنى تكونوا استمتعتم بما قدمناه لكم في برنامج صباح الخير يا كويت لهذا اليوم. لم يتبقى